السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو اكلتي حلويات وعايزه تقللي امتصاص السكر، طيب هتعملي ايه؟ ما تزعليش نفسك بقى وتقولي تقهري في نفسك وضميرك يأنبك، انا اكلت حلويات وبوظت الرجيم بتاعي وبوظت النظام اللي انا ماشيه عليه والكلام ده كله. انت كل اللي هتعمليه انك عايزه تقللي امتصاص السكر، هتقلليه بنسبه 50% كمان. طيب قبل ما تاكلي حلويات تعملي ايه؟ قبل ما تاكلي حلويات بربع ساعه تشربي كوبايه ميه وعليها عصره ليمون، لما تبقي عارفه طبعا ان انت هتاكلي حلويات في اليوم ده، عيد ميلاد او حفله او كده. طب بعد اكل الحلويات برضو بربع ساعه تشربي كوبايه قرفه. كوبايه القرفه هتظبط لك السكر وكمان هتقلل امتصاصه. تابعيني في فيديوهاتي، هقدم لك معلومات سهله وبسيطه تظبط جسمك. هنخس من غير ما نعمل رجيم، من غير ما نحرم نفسنا من اي اكل، من غير اي حاجه خالص. هتلاقي نفس الدنيا ظبطت معاكي وجسمك ظبط واكلك ظبط والدنيا بقت زي الفل. طبعا الصوره اللي انا حطاها دي صور عاديه خالص من الاكلات اللي انا بعملها لاولادي. ساعات باكل معاهم حاجات بسيطه خالص وساعات ما باكلش. طبعا بكتر سلطه اكتر، بكتر بروتين اكتر، ممكن اشيل الجلده بتاعت الفراخ دي واكل معاهم ويبقى الاكل زي الفل. وبألف هنا وشفا.